بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة في الفيديو بتاعنا مجموعة من التجهيزات والحاجات اللي بتسهل علينا الشغل في المطبخ والوقفة، وهتوفر علينا كتير في الوقت، ووقفتنا في المطبخ هتبقى سريعة، هنخلص كل حاجة بسرعة، هننجز وهنطلع زي ما احنا متعودين. من وقت للتاني لازم نعمل شوية كده تجهيزات بنحضرها في اي وقت نكون فاضيين فيه ونعملها، وبتمشي معانا فترة طويلة، بتريحنا بعد كده. اول حاجة انا هعملها اللي هو الفول المدمس. هدمس معاكم الفول النهاردة، وطريقته سهلة جدا وبسيطة. وانا بحب دايما كل ما بيخلص عندي بعمله، يعني على طول باستمرار، ما بيتقطعش من عندي من الفريزر. ليه؟ بينفع معاكي سواء في الفطار، في العشاء، في اي وقت، بتبقي ما بتشيليش الهم ولا حد ينزل ويجيب وكل الكلام ده. لا، بكل سهولة بتطلعي الكيس وبيفك وتروحي عاملاه على طول، ما بتشيليش اي هم مع اي حاجة، حتة جبنة، طماطمايه، خيارايه، والدنيا بتمشي. اول حاجة تجيبي كمية الفول اللي تناسبك، يعني كيلو او نص كيلو براحتك زي ما انت عايزة. نقيته طبعا من اي حاجة فيه تكون مش كويسة، وبعدين حطيت عليه مية، ونقعته لمدة 6 ساعات. تمام. وبعد ما يعني اتنقع كويس وبقت الحباية بتاعته نفشت زي ما انت شايفة معايا، صفيت من عليه المية وحطيته على البوتاجاز، وحطيت عليه المية اللي انا هسلقه فيها او اللي هو هيتدمس فيها. تمام. حطيت ايه بقى؟ هو بقى هيبدأ يغلي معايا اهو. حطيت عليه جزر، انا ما كانش عندي جزر فريش، او يعني جزر قطع كبيرة، فده كان جزر عندي مبشور، كنت عاملاه في الفريزر. وده الحلو في ان انتي الحاجات التجهيزات اللي احنا بنقول عليها دي، سواء تفريزات او تجهيزات، بتوفر علينا كتير وبتريح معانا كتير جدا. يعني في وقت زي اللي احنا فيه ده وانا ما عنديش جزر، طب يعني حاجة من الاتنين: يا ما كنتش هحط، يا اما كنت هلغي ان انا ااجل لما انزل السوق واجيب جزر وكلام من ده. لا، انا طلعت الجزر اللي انا بشره في الفريزر وطلعته وحطيته. حطيت ليمونه زي ما انتوا شفتوا معايا، قطعتها نصين وعصرتها، وحطيت القشر برضو بتاعها لان انا كنت غسلاها وكانت نظيفه وزي الفل. وحطيت عليه 3 معالق من العدس، غسلاهم ومصفياهم كويس من الميه، وكام فص من التوم. لو مش حابه تحطي التوم خلاص براحتك، مفيش مشكله. حطيت الفول، ولما غلي كويس بص استوى معايا اهو. ما خدش وقت على البوتاجاز لان انا نقعته كويس قوي، حوالي ساعة ونص، ساعتين كان مستوي على اقل نار. يعني هو بعد ما غلي معايا على النار العالية، حطيته على يعني اصغر نار واهدى عين خالص، يعني وطيت عليه النار خالص خالص، وسبته لغاية لما استوى معانا. طلع معاكي بص زي الزبدة. هعبيه بقى في الأكياس بتاعتك، على حسب الكمية بتاعتك وعلى حسب استخدامك. أنا طلعوا معايا تقريبا حوالي 10 أكياس. ممكن يطلعوا معاكي أكتر لو انتي قللت الكمية، ممكن يطلعوا أقل لو انتي الكمية بتاعتك أكبر. براحتك، بس بيوفر وبيسهل معاكي وبيوفر كتير جدا، وبيريحك طول الوقت اللي انتي عندك فيه في الفريزر. طيب، حاجة تانية من الحاجات اللي برضو بتاخد معانا وقت في المطبخ، هي الشعرية. انا لما بكون عايزة اعمل رز بشعرية، او اعمل مثلا شوربة عدس، او اعمل اي حاجة فيها الشعرية متحمرة، بتاخد معايا وقت في التحمير. لا، بحب بقى اعمل ايه؟ اجيب كمية الشعرية اللي انا عارفة اني هستخدمها، يعني مثلا هستخدمها في الاسبوع او في الشهر او ايا يكن المدة بتاعتي، بكون عارفة انا هستخدم قد ايه. بجيب كيسين، 3 4 او كيلو او 2، يعني على حسب استخدامك، وبحمصها في صينية او في طاسة على البوتاجاز. حابة تحطيها في الفرن حطيها، انا بصراحة بعملها على البوتاجاز من فوق في صينية ألمونيوم زي ما انت شايفة، وبقعد اقلب فيها لغاية لما تاخد معايا اللون الذهبي اللي هو اللي انت شايفاه ده. ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، ده تحميص، انا بحمصها بس، وبتقعد معايا فترة كبيرة جدا. وبعمل بالكميات، يعني كمية ممكن تكون اكبر من دي، يعني على حسب الكمية اللي بتبقى موجودة عندي.
وفي البرطمانات بتاعتي سواء بلاستيك او ازاز براحتك الموجوده عندك، بس تكون مغسوله كويس ومتنشفه من الميه كويس قوي، يعني ما يكونش فيها اي ميه ولا اي رطوبه، علشان طبعا لو فيها ميه او هي مش ناشفه كويس ممكن تبوظ معاكي الشعريه بتاعتك. تمام، بتعبيه الكميه بقى كلها في البرطمانات وغطيها وحطيها في عندك في دولاب المطبخ، هتقعد معاكي كتير جدا، لا هتسوس ولا هيحصل لها اي حاجه. في كمان برضو من الحاجات اللي بتاخد معانا برضو وقت اللسان عصفور. مثلا لو بعد الشر يعني حد تعبان او عايزه تعملي اكله بسرعه وما عندكيش وقت، اللسان عصفور بصراحه يعني هو محبوب، وخصوصا لما بنكون عاملين مثلا طيور او لحمه او كده وعايزين نعمل معاها لسان عصفور، التحمير بتاعه بياخد معانا وقت. فانا برضو زي ما عملت في الشعريه بعمل في لسان العصفور، بجيب كميه اللسان العصفور اللي انا عارفه ان هي تمسك معايا مثلا او تمشي معايا مده معينه، وباخدها كلها في صينيه او في طاسه على البوتاجاز، وبحمصها من غير اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، وبحمصها بفضل اقلب فيها لغايه لما بتاخد معايا اللون الذهبي الجميل، وبعدين بعبيها في برطمانات تكون برضو سواء بلاستيك او ازاز، بس تكون ناشفه كويس او مغسوله كويس او متنشفه من الميه كويس. في برضو لسان عصفور احنا في الحر، فممكن لو عندك كمية تخافي منها ان هي تسوس مثلا او تبوظ، بالطريقة دي انت هتضمني ان شاء الله ان هي تقعد معاكي وقت كبير جدا، ولا هتسوس ولا هيجرى لها اي حاجة، وهتفضل معاكي سواء صيف او شتاء، مش هتبوظ معاكي وهتبقى حلوة جدا ان شاء الله. جربيها. انت لما هتيجي تستخدميها هتحطي الكميه اللي انت عايزاها في الماده الدهنيه وهتقلبيها، مجرد ان هي بس هتسخن هتيجي نازله عليها بالشوربه بتاعتك وخلاص كده بتبقي خلصتي الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. وده اللي احنا بنقول عليه بتوفر عليكي في الوقت والمجهود في وقفتك في المطبخ. الحاجات اللي احنا بنعملها دي انا بعملها في وقت اكون فاضيه فيه، يعني ما اكونش ورايا شغل ولا ورايا حاجه وبعملها. برضو من الحاجات اللي بتاخد معانا وقت التوم. يعني مثلا لو عايزة اعمل مثلا سمك او اعمل طشة الملوخية او اعمل مثلا، بحب احط مع البامية في حاجات كتير بنحب نحط معاها توم، بس ممكن سواء نكسل او مثلا نبقى متضايقين واحنا لسه هنجيب التوم وهنقشر وهندقه، لو ما عندكيش مثلا الهراسة بتاعة التوم لسه هتجيب الهون وتقعدي تدقي ومش عارفة وكل الكلام ده بياخد معاكي وقت. هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي في الموسم بتاع التوم، احنا لسه التوم دلوقتي بنشتريه، فهو سهل جدا في التقشير، هتجيبي كمية كبيرة هتقشريها مش هتاخد معاكي وقت خالص. هاتي الكمية اللي انت عايزاها وقشريها في اي وقت تكوني فاضية فيه، وانت قاعدة قدام التلفزيون وانت قاعدة فاضية ما بتعمليش حاجة، وقشري الكمية، يعني كمية كويسة، لان انا قشرت الكمية دي وان شاء الله هعمل لسه كمان كمية تانية افرزها بنفس الطريقة دي، وهعمل كمية كمان يعني للدقة اللي انا بعمل بيها السمك والبتنجان وكل الحاجات اللي انا بحتاج فيها الثوم بالفلفل والكمون والملح وكده، هبقى ان شاء الله هشاركها معاكم. المهم جبت كل كمية الثوم بتاعتي وحطيتها في الكبة، وحطيت عليها معلقة كبيرة، الكمية دي تاخد معلقة بس من الملح. تمام. انتي طيب ما عندكيش الكبة هتعملي ايه؟ لو عندك الهرسة هتهرسيها كل الكمية مرة واحدة، يا اما هتدقيها في الهون بس اقسميها مثلا على مرتين او على 3 مرات. وطبعا المعلقة بتاعت الملح دي هتقسميها برضو على مرتين او على 3 مرات، لان هي دي اللي هتنعم معاكي الثوم، وفي نفس الوقت هتسهل معاكي الدق بتاعه في الهون. لكن لو عندك الكبة هتحطي الكمية كلها مرة واحدة وهتحطي عليها الملح بتاعها وهتهرسيها، هتطلع معاكي ناعمة وحلوة جدا زي ما انت شايفة. طيب هتحطي عليها كمان معلقة كبيرة من الزيت وتقلبيها كويس، او اي زيت عندك مش شرط زيت معين، اي زيت من اللي انت بتستخدميه عادي في الطبخ بتاعك، حطي معلقة كبيرة وقلبيها كويس. طيب فايدة الزيت والملح ايه؟ ان هيخلي التوم معاكي متجمد وكل حاجة في الفريزر، بس مش هيبقى اللي هو يعني ماسك في بعضه جامد كده لدرجة ان انت ما تبقيش عارفة تقطعي منه او تاخدي منه. لا، الزيت والملح هيخلوهم سهل جدا في الاستخدام، بمجرد ان انت هتفتحي البرطمان وتحطي فيه المعلقة تسحبي منه هتطلع معاكي بكل سهولة.
في برطمان نضيف، ويستحسن يكون بلاستيك، بلاش تحطي ازاز في الفريزر، لان انا كنت جربت قبل كده ان حطيت برطمان ازاز في الفريزر وفرقع، ورميته بكل اللي فيه، يعني حتى الحاجات اللي كانت موجودة فيه طبعا اترمت. فانت يستحسن ان انت تستخدمي البلاستيك، وخصوصا في الحاجات اللي هتتجمد في الفريزر. الفكرة دي انا حبيت ان انا اشاركها معاكم، هي ممكن تكون ناس كتير عارفاها، بس انا حبيت ان اقول لكم عليها برضو. آه، انا بعملها يعني في البيت. بجيب السلكة اللي هي الالومنيوم، اللي هي الناعمة اللي احنا بنحب نستعملها في الدعك بتاع الحلل الالومنيوم يعني. دي انا بجيبها مثلا، انا بجيب كميه كبيره، بس انا بوريكي بس ايه في المقطع ده، ان ممكن تقدري تجيبيها كلها مره واحده، وتقطعيها حتت صغيره على قد ما انت هتستخدمي، وتحطيها في كيس وتعلقيه في اي مكان في المطبخ تستخدميها بكل سهوله. يعني مش كل لما تيجي تغسلي المواعين تروحي تقطعي وتقعدي تشدي فيها وتعملي فيها وممكن تتعوري. لا، كده انت بتسهلي على نفسك. المقص ده بتاع المطبخ، وانا بحب اقص بيه السلكه بتاعه المواعين، لان يعني بحس ان هي بتحميه، يعني قص السلكه بالمقص ده بحس ان هي بيحمى، وبيبقى يعني بيتسن معايا، وبتبقى حلوه جدا. خصوصا لو عندك بنوته صغيره وبتحب تساعدك مثلا في ان تغسل معاكي المواعين او تعمل معاكي حاجه، ده هيريحها جدا ان هي تدخل تاخد حتة السلكة وتستخدمها على طول، ولا هتقطع ولا هتنزل بقى ايه اللي هي الهري والفتافيت الصغيرة اللي بتبقى تنزل على الارض دي من تقطيعنا للسلكة. بص الهري اللي انت شايفاه معايا على الصينية ده بيبقى ينزل على الارض. لا، انت كده هتعمليه، وهتبقى المكان بتاعك المطبخ بتاعك هيفضل نظيف وبكل سهولة وبساطة. على فكرة أنا بستخدم كمان معاها اللي هي السلكة السيلستين الخشنة، بس بحب أستخدم السلكة الناعمة دي علشان المواعين اللي هي الألمونيا بحب بينعمها. دي الأفكار بتاعتنا بتاعت النهاردة، تجهيزات بسيطة، حاجات أنا بستخدمها أو بعملها في بيتي في مطبخي، حبيت إن أنا أشاركها معاكم. يا ريت لو استفدتوا بأي معلومة أو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.